السلام عليكم ورحمة الله. يا رب تكونوا يا جماعة كلكم بألف خير. الشتا دخل والواحد بقى محتاج يلبس حاجات كتير قوي قبل ما يبتدي يصور. أتمنى تكونوا متدفيين كده، كوباية الشاي بقى أو كوباية القهوة، واقعد ركز في الفيديو ده عشان في الفيديو ده انت هتتعلم حاجة مهمة جدا جدا في الشطرنج، هترفع من مستواك. امتى تاكل البيدق وامتى لأ، امتى اصلا لو انت هتكسر ببيدق تاكل اني بيدق مكان التاني، وضع البادئ على الرقعة بيبقى عامل ازاي تحرك البيدق لمكان افضل. كل ده هتتعلمه في الفيديو ده ان شاء الله. استأذنك ما تنساش تعمل لايك وسيب لي كومنت قول لي بتستفيد من الفيديوهات بتاعتي او تحديدا الفيديو ده ولا لا. وما تنساش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حضر مشروبك اللذيذ ويلا بينا نبتدي. طيب يلا بينا بقى دلوقتي نبتدي في اول قاعدة عندنا في تكسير البادئ. انت مثلا بتلعب ابيض فلعبت بيدق ملك، فرد عليك الاسود بالنقلة دي، نقلة الاي 6 الفرنش ديفense. قمت انت مثلا طالع بالبدء التاني بتسيطر على المركز، اما هو لعب لك بقى النقله دي. بص يا سيدي، هو الوقت جاي بيقول لك ايه الاسود، بيقول لك تعالى يا باشا خد البدء بتاعي وانا هاخد بالبدء التاني. طب هو ليه اصلا الاسود، ركز كده، ليه اصلا الاسود لاعب النقله دي وعرض عليك التكسير، تكسير البدء ده في البدء ده؟ الفكره ان انت لو اخدت البدء فهو اخد البدء، فتح للفيل بتاعه ان هو يدخل المباراة. الفيل ده بقى عنده مربعات كتير يقدر ان هو يتحرك عليها ويدخل الماتش. طب تعال نبص كده للوضع قبل ما البيدق دوت، قبل ما انت تاخد البيدق ده كان الفيل ده مقفول عليه، وبالتالي انا ما اروحش اكسر بيادق تساعد خصمي في ان هو يتطور وينتشر بقطعه. بالعكس انا المفروض ان انا احاول ان انا احجمه. يعني الصح هنا ان انت تحاول تخلي البيدق ده واقف زي ما هو هنا، قافل على الفيل ده. الفيل ده مش شايف النور، مش شايف حاجة، مش عارف يتحرك. ماشي، يمكن نقلة صح هنا على سبيل المثال ان انت تلعب البيدق ده هنا. انا بديك مثال كمان، منعت الحصان ان هو يخرج. اه هو ممكن يلعب لك البيدق ده هنا وعايز يكسر، لكن الفكرة هنا ايا كان انت هتلعب ايه، ما تروحش تاخد بيدق في بيدق كده وتقوم فاتح للفيل بتاعه ان هو يدخل الجيم. كده انت ساعدته ان هو يتقدم عليك. دي اول قاعدة واول درس في تكسير البيادق. طيب تعالى نرجع بوزيشن من الاول تاني ونشوف مثلا موقف تاني. انت مثلا لعبت البدأ ده هنا على سبيل المثال، اما مثلا الاسود لعب البدأ ده كده مجرد لعب. قمت انت قلت له طب يا عم ماشي، انا هدفع مثلا البدأ ده هنا، عايز تيجي تاكل احط انا بدأ في المركز ما عنديش مشكله. اما هو لعب لك كده بيحمي البدأ بتاعه. انا هنا عايز اسالك سؤال، الصح هنا ان انت تاخد البدأ ده ولا تسيبه؟ يعني الصح هنا ان انت تكسر بدأ في بدأ ولا مثلا تدفع البدأ ده؟ او النقله الذكيه جدا ان انت ممكن تلعب البدأ ده هنا. انا بديك مثال، اوكي؟ الفكره هنا في ايه، ان انت لازم تفهم حاجه. فاكر في المثال اللي فات قلت لك ان انت ما تساعدوش ان هو يطور قطعه، بس هل المساله كلها مساله تطور فقط؟ لا، في حاجات تانية. الفكره هنا ان انت لو اكلت البدأ ده فما هو واكل بالبدأ التاني، انت هنا الخسران. ليه بقى؟ لان هو عنده بدائين في المركز لسه موجودين زي ما هم. فاكرين احنا دايما بنقول ان الاربع مربعات دول هم مربعات المركز، وهم اهم مربعات، اربع مربعات في رقعة الشطرنج. هو عنده بدائين في المركز وانت عندك بدأ واحد بس. ليه؟ لان انت ضحيت بالبيدق اللي كان هنا مقابل البيدق اللي كان على السي 5، وبالتالي بقى انت عندك بدأ واحد في المركز وهو عنده اتنين اصلا لسه ما اتحركوش. انت كمان خليته يقرب البيدق اللي كان على البي 6 من المركز، بقى هو مسيطر كمان على مربع جوه المركز. تعال نرجع لورا. يبقى في الوضع ده يا صاحبي ما تاكلش البيدق ده، ما تضحيش ببيدق وسطي مقابل بيدق طرفي. دي قاعدة في الشطرنج، ده بيدق وسطي ما ضحيش بيه مقابل بيدق على الطرف. وكل ما البيدق اتطرف كل ما كانت قوته اقل. انت هنا ممكن تعمل كذا حاجة، ممكن تدفع البيدق دي حاجة، ممكن زي ما قلت لك تلعب النقلة دي. النقلة دي هنا قوية جدا. ليه؟ لأن هي بتعمل لك بون ستراكشر قوي، هيكلة بيدقية قوية دفاعية. عايز تيجي انت تاكل؟ اتفضل شكرا، انا لسه محافظ على الهيكل البيدقي بتاعي، ووضعي افضل. انا كمان عندي بدائين في الوسط، وكمان البدء الطرفي ده دخل جوه بقى بدء وسطي. ده تاني درس او كان تاني قاعدة اتعلمها في البون ستراكشر، الهيكل البيدقي، امتى اكسر وامتى لا. وخلينا كمان نرجع للبوزيشن ده من الاول تاني واقول لك كمان على حاجة تانية.
زي ما قلت لك في المثال الاولاني ان انت ما تساعدش خصمك ان هو يتطور. لما انت اكلت هنا وبعدين هو اكل، فالبيدق اللي كان على الدي 4 ما بقاش موجود في المربع دوت. طيب خلينا بقى نرجع للوضع الاولاني قبل ما انت تكسر، وهو الصح. خلينا نقول دلوقتي الاسود مثلا، انت كابيض مثلا يا عم بلاش، مثلا طورت الحصان بتاعك على سبيل المثال، هو عايز يطور حصانه، طبيعي جدا، فبيلعب الحصان هنا. ماشي. لا ده انت ممكن بقى البيدق اللي انت ما كسرتوش دلوقتي ادفعه عليك، حركت الحصان ده يا ريس، ارجع بالحصان تاني مكانه. ده مثال. طب هو مثلا عايز يجيب الفيل هنا، يمسك الدايجونال دوت، تقدر تدفع كمان البيدق بتاعك في حماية حصانك، في حماية وزيرك، ويفضل الفيل العسل ده باصص على حيطة سد. فتاني، ما تساعدش خصمك ان هو يتطور، اقف انت في وشه، خلي على قد ما تقدر قطعه مش شغالة بالفهم الصح امتى تكسر البيدق وامتى لا. وتعالى بقى دلوقتي اوريك سيتويشن كمان مختلف وبيتكرر كتير جدا في الشطرنج، وهو اسمه دفاع الكاروكان. الكام نقلة اللي انت شفتهم دول من الاسود، هو ليه ثواني سوري هو ماشي غلط. اوكي، ديت، بعدين مثلا انت بتدفع بيدق الوزير فيقوم لاعب لك كده، ده اسمه دفاع الكاروكان. طبعا انا ما بحبش حد يلعب لي الدفاع ده قدامي، وزمان قبل ما احضر للفيديو ده او قبل ما اذاكر الكورس ده او يعني القواعد ديت، كنت دايما باخد البيدق ده فاقوم جاي واكل، فهو يقوم جاي واكل. وانا كنت فعلا بحس ان انا كابيض مش حاسس ان انا مستفيد، رغم ان الابيض المفروض دايما ان هو يبقى ليه افضليه. تمام. الفكره هنا في ايه؟ الفكره انه في الكاروكان ديفense الحصان ده حصان باسيف مش اكتف. يعني بمعنى تاني محتاج وقت عشان يدخل الجيم، لانه المكان الطبيعي بتاع الحصان فين؟ السي 6. صح ولا غلط؟ دايما الحصان بيخرج على السي 6. في قلة قليلا من المرات او من الافتتاحات التانية بيخرج على الدي 7، لكن مكانه الطبيعي هو السي 6. فانت هنا لو خدت البيدق ده فهو اكل، انت حليت له مشكلة الحصان، انت ساعدت خصمك ان هو يبقى احسن. هل ده ذكاء؟ اكيد لا. وبالتالي في الوضع ده لما يلعب لك النقلة دي، انا والله كنت زمان حتى باكل البيدق ده، لا ده غلط. انا دلوقتي لو واحد لعب لي النقلة دي مباشرة، انا هعمل حاجة من الاتنين. كنت اقول لك اطلع بالحصان بالعسكري ده هنا، بس بصراحه هيقفل على الحصان، فانا شايف ان احنا ممكن نلعب النقله دي افضل في الوضع ده. المهم انك انت تخلي الحصان ده زي ما هو ستيل باسيف ومش عارف يخرج على مربع السي 6. او اقول لك كمان على نقله احلى، ممكن كمان تبقى احسن من النقله دي. انا ممكن اطلع بالحصان هنا، احمل البيدق بتاعي، عايز تيجي انت تاكل البيدق انا ما عنديش اي مشكله، هنط بالحصان بتاعي على مربع الاي 4، باكتف القطع بتاعتي، انت بتساعدني ان انا اكتف القطع بتاعتي. عايز انت بقى تطلع بالحصان هنا يا باشا على الدي 7، اقفل على الكوين بتاعتك واقفل على الفيل براحتك. المهم تكون انت اتعلمت انه في الوضع ده كمان تحديدا ده بشكل يعني، سيبك بقى من بشكل عام زي ما قلنا ان انا بكسر لما ابقى انا مستفيد او برخم على خصمي، لا ده انت كمان لما تقابل الكاروكان ديفنس، النقلتين دول اسمهم الكاروكان ديفنس او افتتاح الكاروكان، ما تاخدش البدأ ده يا باشا، العب اي حاجة تانية، ما تسيبوش ان هو يخرج بالحصان بتاعه. طيب تعالى بقى دلوقتي اخدك لبوزيشن مختلف، والوضع مختلف شوية، هتتعلم حاجة جديدة أو قاعدة جديدة ما شرحناش في الأمثلة اللي فاتت. القاعدة دي بتقولك ببساطة، حاول إنك أنت، خلينا نقول تلوك البوزيشن، تغلق الموقف، ما تفتحش أو ما تاكلش بيادق فتخلي الموقف يتفتح منك على الفاضي. وياما والله وقعت أنا في الغلطات دي كتير، ويعني خدت كش مات لما اتعاملت بسبب الأخطاء ديت. تعالى بقى أعلمك إزاي إنك أنت ما تقعش فيها. بص كده على البوزيشن اللي قدامك، فيل مهدد الفيل اللي على الجي 7، طبعا هو لو اكل هنا بالفيل الوزير هيخترق. اوكي. الحصان ده حامي البدأ دوت اللي على الاي 4، مفيش اي حمايه للبدأ ده غير بالحصان. والاسود اللي عليه اللعب، وخلينا مثلا نقول انه الاسود هنا قام دافع البدأ دوت خطوتين لقدام على البي 5. طبعا التهديد واضح، هينقل نقله البي 4 ويقول لك شيل الحصان ده من هنا. المشكله ان الحصان ده لو اتحرك جه هنا مثلا، اوكي، البدأ ده هيسقط، وهيسقط بتيمبو على الوزير. فكل دي مشاكل انت لازم تاخد بالك منها.
هتقول لي ايه علاقة ده بالبيادق؟ هقول لك خليك معايا واحدة واحدة عشان تفهم علاقته ايه بالبيادق. طيب انت هنا كأبيض مضطر اسفا ان انت تلعب النقلة ديت، انك انت تحمي البدأ بتاعك، لانه النقلة الجاية بمجرد ما العسكري ده هيتحرك يتقدم خطوة انت هتضطر تحرك الحصان. فانت بعد ما لعبت ديت قام الاسود مكمل في الهجوم بتاعه وناقل بيدق الايه او الاي 7 على الاي 5، عايز يدفع البيادق بتاعته على ايه؟ على جناح الملك بتاعك ويعمل لك مشاكل، وبعدين بقى يجيب لك الوزير ومن وراهم الرخ وقابل يا معلم. ايه الصح دلوقتي في الموقف ده؟ يلا نشوف. فقرر هنا الابيض ان هو كمان يشن هجوم على جناح الملك بتاع الاسود وعايز يهاجم ويفتح الوضع. ماشي، الاسود دفع بيدق كمان، دفع خطوه كمان، قام الابيض دافع البيدق ده هنا بيقول له تعالى يا باشا اكسر البيدق ده في البيدق ده، اوكي، وافتح لي على الملك ايه بتاعك. يعني عايز اخترق المجال بتاع الملك بتاعك، او عايز ادفع مثلا البيدق دوت هنا واحاول ان انا اطرد الحصان وبعدين اخد بالرخ. المهم ان انا كمان عايز اعمل لك مشاكل. الاسود هنا بيكمل في خطته وقام دافع البيدق وبيقول لك معلش يا ريس طب اديني حصانك. فانت اسفا مضطر انك انت تتراجع بالحصان. وتعالى بقى بعد النقله ديت ندخل بقى في البيادق ونشوف احنا المفروض نعمل ايه وايه الصح. طيب الاسود هنا دفع البدائين بتوعه وعمل اللي هو شايفه او اللي هو جاي علشان يعمله من الاول، اوكي. ركز بقى هنا عشان هتتعلم حاجه مختلفه في الشطرنج، صدقني هتفرق معاك زي ما فرقت معايا. خلينا نقول ان هو دفع البدأ ده، تاكل البدأ؟ طبعا لا. المفروض ان انت كواحد بتتابع الحلقه دي من اولها ومركز كده وراجل مصحصح هتقول لي انا مش هاخد البدأ ده، انا هدفع البدأ. ده اللي انا قلناه في اول المثال ده من الاول. انا عايز اعلمك ازاي انك انت تعمل لوك، قفل، تقفل الموقف. هنا انت لو كنت كلت البيدق ده، هو كان البوزيشن ازاي؟ لو كنت كلت البيدق ده وهو اكل، انت فتحت على الملك بتاعك. هنا انت لازم تقفل الموقف، لازم انك انت ما تخليش للاسود اي اختراقه ضدك. طيب نرجع بقى للبوزيشن الاصلي من الاول تاني لما كانوا البدائين دول. قلنا لو دفع ده، طب لو دفع سوري معلش، طب لو دفع البيدق ده، طبعا انت لو قمت عامل كده يا باشا فكش مات. تخيل اخدت المات وانت معاك بص جيش اصلا لسه ما دخلش اللعب، اوكي. فطبعا مش هتعمل كده، اوكي. احنا قلنا كانوا هم عاملين كده هم، اوكي، من الاول خالص. لو هو دفع البدأ ده نفس الفكره، بص، بلوك البوزيشن، بعمل زي قفل على البوزيشن. عايز بس تيجي تاكل البدأ العسول اللذيذ ده، شكرا، الموضوع خلص. الموضوع انتهى في كلمتين، الهجوم بتاعه اصلا انتهى، اوكي. يبقى دي قاعده اتمنى انك انت تكون فهمتها صح. لسه ببص على البوزيشن لقيت نفسي عامل خطأ، فدي حنة ذات نفسي، لانه انا لما انا اكلت بالبيضة انا سبت الفيل اللي كان محمي في حماية الوزير. فطبعا لو هو اكل هنا، اوكي، هناكل بالملك مفيش اي مشكلة في الموضوع خالص. والنقلة الجاية يا عم خليه لعب أي حاجة، مثلا لعب جه هنا عايز يكسر على سبيل المثال، يعني هرجع الملك تاني مكانه مفيش برضو مشكلة. عايز تنزل تاكل أنا معاك، أنا زي الفل، أنا وضعي زي الفل وأنت زي الفل، ونشوف بقى مين فينا إيه اللي هيكسب أو اللي هيعرف يخترق. المهم تكون بس الفكرة وصلتك. خلينا بقى دلوقتي نرجع للبوزيشن الأصلي اللي قلت لك عليه، اللي قلت لك فيه اللي هو دفع البدأ ده أو دفع البدأ ده، ونشوف ايه الفرق بين الاستراكشر او البون ستراكشر، الهيكل البيضاوي بتاع الاسود والابيض في الوضع ده، واللي الابيض فيه افضل. طيب احنا قلنا هنا الاسود اللي كان عليه اللعب، صح. لو هو مثلا خلاص قلنا لو هو مثلا على سبيل المثال دفع البدأ ده، قمت انت خلاص عملت لوك للبوزيشن. هو دلوقتي عليه ان هو يلعب، هنفترض ان هو لعب مثلا اي نقله يا سيدي، يا عم جاب مثلا الرخ، انا بديك مثال يعني. دلوقتي انت تقدر تاكل البدأ دوت، صح. وبعد ما هو ياخد البدأ ده تقدر انك انت تلعب تاخد الفيل، وبعدين يرجع هو ياخد. تعال نشوفها كده ايه عملي، اوكي. بص ايه اللي حصل، تشيك بالوزير هيتحرك هنا، تشيك ميت. ايه اللي انا عايز اوصله لك؟ اللي انا عايز اوصله لك انه انت لما كان الوضع عامل كده، انت كنت محافظ على البيادق بتاعتك متماسكه، عامل لهم عمليه، عارف انت اللي هو ايه،
بيحموا بعض وعاملين زي قفل كده. اوكي، محدش ان هو عارف ان هو يخترقهم. الاسود كان صعب عليه ان هو يخترق القفل ده. انما الاسود هو كان لما كان البيشوب ده كده كان المنظر عامل كده، وكان في بدأ هنا. الاسود دفع البدأ ده خطوة لقدام، اللي هو بدأ الجي على الجي 6. فانت قدرت انك انت تستغل الثغرة دي وتكسر بدأ في بدأ وتخترق بالروك بتاعتك وبالوزير. طبعا الكلام ده مش لازم ان هو يمشي مع كل البوزيشنز او البوزيشنز اللي انت هتقابلها. اوكي، لكن انا بديك مثال من بوزيشن عملي، ازاي انه البيادق لما بتكون متماسكة بتصعب على خصمك عملية اختراقها، والعكس بالعكس زي ما شفنا دلوقتي، او العكس صحيح زي ما شفنا دلوقتي. تعال اشرح لك فكرة مشابهة بسرعة. تعال نشوف اوبننج مثلا بيتكرر كتير قوي في الشطرنج زي اللي احنا هنشوفه دلوقتي. اوكي، بكل بساطة خلينا بس نقف عند النقلة دي. طلع الاسود بعد ما انتشر بالفيل بتاعه، طلع الاسود بنقلة الدي 6 بيفتح للفيل التاني عايز يجي يربط الحصان على الوزير. يا سلام، شفناها 50,000 50,000، شفناها ملايين المرات في الشطرنج. يقوم الابيض هنا لاعب البيدق دوت ومقدمه خطوة لقدام ويقول له ما تربطنيش. على فكرة حتى ماجنس كارلسن بيلعب النقلة دي، بس ده ماجنس. المهم يعني، هو مش ماجنس بس، يعني ناس كتير قوي احنا بنلعبها كلنا، ولكن انا عايز اشرح لك من وراها فكرة معينة. الفكرة هنا انك انت لما دفعت البيدق ده خطوة لقدام، انت ما خليتش الاستراكشر تاني اللي قدام الملك متماسك بما فيه الكفاية. ممكن الاسود هنا يفاجئك لو انت بتلعب ابيض ويلعب لك النقلة دي، انت مش هتبقى فاهم قوي هو ايه اللي من وراها، فانت بتلعب عادي بتنتشر عايز تفتح للفيل بتاعك، فقام هو دافع لك البيدق تاني مرة تانية. طبعا خلاص الهدف بقى واضح، النقلة الجاية هي نقلة الجي 4. هدفع هنا عايز اطرد الحصان ده. حتى لو انت اصلا اخدت البيدق انا ما عنديش اي مشكلة يا باشا، انا هاخد بحصاني او هجيلك بالروك واضغط على البيدق ده. فانت بتكمل في انتشارك فهتلاقي في وشك البيدق اتدفع. الفكرة هنا ايه او اللي احنا عايزين نوصله ايه؟ انت كده كده يا مضطر دلوقتي يا اما تاكل يا اما تتحرك بالحصان بتاعك بقى في اي حتة، شوف هتتحرك بيه فين. النقطة هنا إن الأسود قادر إن هو ياخد البيدق ده فأنت مضطر إنك أنت ترجع تاكل بالبيدق، يا إما بقى تدفع وتسيب البيدق إيه يرازيك لحد آخر الجيم. أوكي، اللي إحنا عايزين نقوله إيه بقى؟ البيدق ده في الوضع ده لو كان هو لسه في مكانه على ال H2 ما اتحركش الخطوة اللي قدام ديت، كان لسه ورا هنا، ما كانش البيدق ده هيبقى مزعج لهذه الدرجة. كان الحصان هيتحرك مثلا يا عم، هيجي مثلا، لا مش هيجي، ماشي هيجي مثلا هنا او هيرجع لورا مفيش اي مشكلة. وحتى انت لو دفعت البيدق ده خطوة لقدام كأسود او اتدفع عليك انت لو بتلعب ابيض، هتاخد بالبيدق بتاعك، انت اصلا فتحت الرخ بتاعتك تدخل الجيم مباشرة. وبالتالي ملخص القصة الجميلة دي قوي بقى انك انت حاول دايما تحافظ على البيادق خاصة اللي قدام الملك متماسكة عشان يصعب اختراقهم. فانت هنا مثلا لو كلت، بص ممكن اكل اصلا او انا كاسود اكل بالفيل واربط لك الحصان على الوزير، واصلا المشكله دلوقتي ان خلاص العمود اللي في وش الملك ده بقى ثغره قويه جدا الاسود يقدر يستغلها ويفوز عليك منها. اتمنى تكون النقطه دي او الفكره دي وصلت. ودلوقتي بقى هننتقل على فكره مختلفه تماما وقاعده جديده. لما تلاقي الملك الاسود في منتصف الرقعة بالشكل ده، انت بتلعب ابيض مثلا وانت مبيت والملك بتاعك متدفي وزي الفل، هنا الاسود اخر واحد لعب ودفع البيدق ده خطوتين لقدام. طبعا واضح ان هو عايز يدفع البيدق ده مره كمان ويبتدي ان هو يشكل هجوم على جناح الملك بتاعك. السيتويشن شكله اصلا غريب، وتحس ان القطع كده مش منظمه والوضع مش مفهوم. ولكن ايه الفكره او القاعده الجديده اللي هنتعلمها دلوقتي، وقاعده مهمه جدا جدا جدا؟ لما تلاقي ملك الاسود او يعني الملك الابيض whatever يعني انت بتلعب قدامه لسه في منتصف الرقعة بالمنظر ده، ده فعلا الوقت الامثل لتكسير البيادق. افضل نقلة تلعبها في الشكل ده هي النقلة دي. بدأ الاف 4 على الاف 5، انت هنا بتقول له ابوس ايدك كسر معايا بيادق وكل، تاكل بالبدأ ده تاخد بالبدأ ده مش فارقة، هو غالبا هياخد بالبدأ ده على سبيل المثال، يعني ممكن ما ياكلش اصلا بس انا بديك مثال. هتاكل هنا
هو مش قادر طبعا ان هو ياكل لان البيدق ده مربوط على الملك. ايه الهدف اصلا من كل الفكره ديت؟ تعالى نرجع بقى للبوزيشن تاني الاصلي، معلش بقى واحده واحده. فده البوزيشن الاصلي اللي كنا عليه من الاول، البدائين هنا لسه في مكانهم زي ما قلت لك. بدفع البيدق ده، بدأ الاف 4 على الاف 5 عشان اخلخل دفاعات الخصم او اخلخل البون ستراكشر بتاعه، لان الملك بتاعه في المنتصف. الملك بتاعه نقدر ان احنا بالبلدي كده نعريه، وبعدين نفتح الفايلات دي في وش الملك بتاعه، واقدر ان انا اديله كش مات. طب خليه هو في البوزيشن ده مثلا، بعد ما انت دفعت البيدق قام هو دافع بيقول لك هات الحصان. طب بص النقله دي، اديني وزيرك. هتقول لي ايه ده؟ طب ما هو هياكل الحصان، ماشي كش. هتروح فين؟ خد بالك الملك مالوش اصلا النقله ديت، الفيل ماسك المربع. تمام. المهم ايا كان اللي هيحصل بعد كده، خلاص انت اصلا هنا تقدر ان انت تخترق بسهوله وتدي كش مات للاسود. المهم اللي عايز اقوله لك زي ما شرحت لك من شويه، التكمله طويله اصلا، الماتش ده كمله والابيض كده كده كسبه، بس مش ده اللي انا جاي اشرحه لك. انا جاي اشرحه لك انك انت امتى تكسر بيادق، وازاي انك انت تكشف على ملك الخصم وتهاجمه. وتعالى دلوقتي ننتقل على فكرة مختلفة وفكرة جديدة. احنا دلوقتي في السيسيليان ديفنس. لو انت عارف النقلة دي نقلة السي 5، هي نقلة السيسيليان ديفنس، الدفاع الصقلي. فانت طلعت بحصان تلعب حصان، بعدين لعبت نقلة الدي 4، نقلة شائعة جدا. اكل البيدق، رجعت اخدت البيدق. طبعا هو لو اكل بالحصان هتاخد بوزيرك، وهتبقى انت اللي عندك الانيشيتيفيتي او المبادرة. فهو ما اكلش الحصان، هو طلع بالبيدق هنا يقول لك اديني الحصان. انا زمان والله كان اسهل حاجة عندي في الدنيا ان هو اول ما يجي يطلب الحصان بتاعي اتحرك بالحصان هنا واكل الحصان التاني ده. وبتبان حاجة يعني، عارف انت اللي هو ايه، اسهل نقلة تلعبها بسرعة ومش هتحس انها هتكلفك حاجة يا باشا. طب انت طالب الحصان بتاعي، انا محتاج احرك الحصان، طب هات الحصان. المشكلة ان النقلة دي غلط ليه؟ لان هو هياخد بالبيدق ده. الفكرة هنا انك انت حولت بيدق طرفي عند خصمك، لان هو يتحرك يبقى هو ستيل طرفي، لكن هو واضح ان هو بيتقدم ناحية الوسط. يعني انت البدء الطرفي ده اللي كان متطرف اكتر، انت خليته وسطي او ناحية الوسط اكتر. فهو هنا خصمك بقى معاه، لانه بعد ما هيلعب النقلة دي اصلا كده كده هيبقى معاه وسط اقوى منك. عشان كده لما انت اخدت الحصان اللي كان هنا وسمحت له ان هو ياخد بالبيدق، انت قربت البيدق بتاعه من المنتصف اكتر وقويت المركز بتاعه اكتر. انت هنا اللي خسران مش هو. وتعالى مثلا بص دلوقتي على البوزيشن اللي قدامك ده، انا واثق ان البوزيشن ده انت مش محتاج تدرسه قوي لانه بيتكرر كتير جدا في الشطرنج. الشكل التماثلي اللي انت شايفه اللي هو يعني البيادق والحاجات كلها مرصوصة شبه بعضها كأنك في مراية. نقلة شائعة جدا بيلعبها الابيض في الوضع ده، ان هو يطلع بالفيل بتاعه ويقول له تعالى كسر فيل في فيل، لان الفيل ده جامد جدا وباصص على الملك. وهنا التكسير او تحريك البيادق بيبقى في صالحك انت كأبيض. انت المفروض ترحب بيه ان هو لو اكل الفيل ده وترجع تاخد، ما تاخدش بيه الوزير. انا على فكره في الوضع ده كنت غالبا باخد بالوزير، بس بعد ما بدأ يتطور مستوايا، لا كل بالبيدق. ما تخافش من انك انت يعني حركت او سبت المربع ده مفتوح، لانه هنا عكس اللي احنا قلناه قبل كده. فاكر لما انا كنت بقول لك سيب البيادق اللي قدام الملك في الحاله الدفاعيه وقريبين من بعض، لكن السيتويشن ده مختلف. ليه بقى؟ وهي دي اصلا حلاوه الشطرنج، هي مفيش قاعده ثابته في كل البوزيشنز. ليه البوزيشن ده مختلف؟ لانه بعد ما الاسود هيبيت بكل بساطه في جناح الملك بتاعه، انت الوقت الروك بتاعتك بقت باصه على الفايل ده. والاهم من كده ان الوزير ده قادر يتحرك ويخترق. ده بلس بقى انه اصلا البدأ ده لما اتحرك جه من هنا لهنا على الاي 3، بقى ماسك المربعين دول، بقى بدأ وسطي بعد ما كان بدأ طرفي. الحصان ده ما يقدرش ينزل هنا دلوقتي خالص، وانت بعد شوية هتخترق بالوزير بتاعك. الحصان ده يقدر يجي هنا ويعمل مشاكل، تقدر تجوز الرخين دول مع بعض وتهاجم على الملك. كل ده لما انت بس فهمت امتى تكسر البيدق في بيدق تاني،
في الأمثلة اللي فاتت. ولو في موقف زي ده، لو هو جه خد الفيل بتاعك، تاخد بالوزير ولا تحرك البيدق وتفتح لنفسك مجال للهجوم؟ وبس يا ريس، خلصنا الشرح بتاع النهاردة. بالله عليك يا أخي، لو لسه ما عملتش لايك انزل اعمل لايك للحلقة، اكتب لي كومنت قول لي ايه رأيك في الحلقة، قول لي استفدت ولا لأ، ولو في حاجة عايز ان احنا نشرحها قول لي عليها. وأتمنى تكون الاستفادة قوية وبدأت تعلي مستواك في الشطرنج. وما تنساش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واشوفك الحلقة الجاية.